لو عاوزة تعملي احلى واجمل طاجن لحمة بالبصل، يبقى هتكملي معايا الفيديو ده النهاردة. انسي بقى اي طريقة انت جربتيها قبل كده او عملتيها قبل كده، وشوفي بقى طريقتي النهاردة. مش قادرة اقولك هتعجبك جدا، وان شاء الله مش هتقفي وقت طويل في المطبخ لانها ما بتاخدش مننا اي وقت. بس لو اول مرة تشوفيني، انا ميادة ودي قناتي، اتمنى تنوريني وتدعميني بالاشتراك علشان يوصلك كل جديد. اول حاجه بقى هنبدا مع بعض، هنبدا نقطع اللحمه. هتجيبي اي نوع انتي بتفضليه، بس انا بالنسبه لي انا بفضل اللحمه بالبصل. لا اما الموزه لا اما قطعه من الفيليتو، بتبقى طريه جدا. وممكن كمان تجيبي قطعه الانتركوت كمان، بس تخليه يقطعها لك سميكه شويه وتقطعيها بالشكل اللي انت شايفاه ده، تقطعيها كده مكعبات. هاخدها بقى على حله، احط فيها معلقتين من السمنه ومعلقه من الزيت كمان، وابدا بقى اشوح بقى اللحمه زي ما انتوا شايفينها كده. انا هفضل اشوح فيها لعند ما لونها يتغير وتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه معانا ده. في الوقت ده هبدا بقى انزل بنص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ونص معلقه صغيره من الكزبره، ورشه صغيره جدا من جوز الطيب، دي اختياري. وهنزل كمان بقطعه صغيره من القرفه، وبورقتين من ورق اللورة. هبدا انزل هنا بقى بكميه البصل. طبعا يا جماعه خلينا متفقين ان اللحمه بالبصل بتحتاج بصل كتير، يعني لو انت عامله كيلو من اللحمه حطي عليه كيلو الا ربع من البصل. تمام. نزلت هنا كده بقى بالبصل وشوحتهم مع بعض، وبعد كده نزلت كمان بنص معلقه صغيره من السكر علشان يتكرمل، ونزلت كمان بمعلقه من الصويا صوص، قلبتهم كده مع بعض. واول ما نزلت الميه بتاعتها وشربتها، نزلت عليها بكوبايه من الميه المغليه. تمام. ما تحطيش خالص ميه بارده على اللحمه علشان ما تشدش معانا. هبدا بقى احط كوبايه في كوبايه لعند ما تبدا تستوي معانا. في الوقت ده بقى جبت هنا بطاطسيتين، قطعتهم مكعبات زي ما انتم شايفين كده، وهبدا احط عليهم توم باودر وبصل باودر وبابريكا وشويه من البهارات السبعه وشويه من الملح ومعلقتين كبار من الزيت، وابدا اقلب كل ده كده مع بعض. التوابل من كل حاجه من دول نص معلقه صغيره، واغطيها بقى بورق الزبده وادخلها الفرن، مجرد بس ان هي تستوي معايا. انا مش عايزاها تتهري، بس عايزاها تستوي. تمام. يبقى كده البطاطس جهزت معانا. في الوقت ده كمان اللحمه كانت استوت معايا. هنا كده خلاص اللحمه استوت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا كمان حابه ان انا اسيب شويه صوص كده في اللحمه، علشان كمان انا لسه هدخلها الفرن، وعلشان كمان البطاطس تشرب من الصوص ده ويبقى طعمها حلو. جبت هنا بقى الصينيه بتاعه الفرن، وهبدا بقى افضي فيها اللحمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنزل بقى عليها بالبطاطس كده من فوق. مش قادره اقول لكم الريحه تجنن تجنن، والله ريحتها رهيبه. هاخدها بقى زي ما هي كده. طبعا البطاطس مستويه واللحمه مستويه، مجرد بس ان هي تقعد 10 دقايق في الفرن تبقبق كده مع بعضها، وبعد كده شغل لها الشوايه وهتطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش قادره اقول لكم بقى شكلها وطعمها وريحتها رهيبه. تقدري طبعا تقدميها مع رز ابيض، او تقدري تاكليها بالعيش. انا عن نفسي انا اكلتها برز ابيض، بيبقى طعمها حلو جدا. وعندي طبعا فريق في البيت بياكلها مع عيش، وقدمت معاها كمان سلطه، وقدمت معاها مخلل. مش قادره اقول لكم كانت حلوه جدا. عايزاكم بقى تجربوا الوصفه دي والطريقه دي، وان شاء الله تعجبكم، وتيجوا هنا في التعليقات وتقولوا لي ايه رايكم فيها. ويا ريت بقى لو عجبتكم وصفه النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنسوش تشتركوا في صفحتي على الفيسبوك باسم ميادة كيتشن. واستنوني في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.